السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وحشتوني جدا جدا بجد، والله وحشتوني. وحشني التصوير وحشني وقفته كده قدام الكاميرا. وحابه اشكر كده كل الناس الجميله اللي سالت عليا، وكل الناس اللي قعدت تقول لي انت غايبه ليه، ما بتصوريش ليه، وحشنا فيديوهاتك. والناس اللي كانت مفكره ان انا قفلت القناه. لا يا جماعه، انا ما قفلتش القناه ولا اي حاجه، بس كان عندي ظروف خاصه بيا. لا كنت قادره اطلع ولا اصور لكم اي فيديوهات. بس الحمد لله لما ظروفي بقت اتحسنت حبيت بقى اطلع لكل حبايبي عشان ارجع معاكم واصور معاكم فيديوهات من اول وجديد. النهارده بقى بمناسبه يا جماعه مولد النبي عليه الصلاه والسلام، هنعمل مع بعض حلويات المولد. وهقول لك على اسرار المصانع علشان تطلع معاكي مظبوطه من اول مره. واول ما نبدا بيها هنبدا بالسمسميه والسودانيه. بس قبل ما ابدا الفيديو بتاعي شجعونا كده يا جماعه باللايك واشتراك في القناه، وعايزه كده تشيلوا الفيديو ده، وعايزه كده تعليقات منكم علشان ابدا كده معاكم بصفحه جديده. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدا الفيديو بتاعنا. النهارده بقى يا حلوين زي ما قلت لكم هنبدا مع بعض كده حلويات المولد. واول حاجه هنبدا بيها هنعمل مع بعض السودانيه والسمسميه والحمصيه. اول حاجه بقى هبدا معاكم بيها هي السودانيه. معايا هنا 600 جرام كده من السوداني، والسوداني ده يعني يعتبر كده نص قليه. هولع الفرن بتاعي على درجه حراره هاديه جدا، وهحطه الفرن كده يتحمص، علشان ما ينفعش نشتغل بيهم الا لما يكون متحمصين. هحطها كده على الشبكه اللي في النص وهدي النار عليها خالص. والسوداني بتاعنا بقى في الفرن بيتحمص، هنبدا بقى كده نعمل في الشربات بتاعنا. معايا هنا 3/4 كوبايه من السكر، عليهم ربع كوبايه من الميه، و3/4 من عسل الجلوكوز. وطبعا هنا بستعمل الكوبايات عشان اكترية الناس في البيوت ما عندهاش ميزان. ولو بالميزان يبقى 150 جرام من السكر على 150 جرام من عسل الجلوكوز. وطبعا هنا يا جماعه بحاول كده اشيل عسل الجلوكوز من الكوبايه، علشان دي مقادير ولازم نلتزم بيها. هنا بقى في المرحله دي انا بكون معليه النار معايا، بس ما بحركش الشربات خالص نهائي معايا تماما بالشكل ده. اول بقى ما يبدا الشربات يغلي معايا، احط هنا بقى كده ذره من ملح الليمون. وزي ما قلت لك قبل كده في الفيديوهات اللي انا عملتها للحلويات ان ملح الليمون ده ماده حافظه، لو ما عندكيش بقى حط نص ليمونه. وهدي بقى النار معايا خالص على الشربات بتاعي، واسيبه كده بقى براحته على البوتاجاز لحد ما يعتبر كده يعني ايه يتطبخ معانا. يعني ممكن تلت ساعه ونص ساعه بس يكون مهديه النار. وطول ما انت واقفه بقى هتقلبي كده بالمعلقه من الجوانب علشان ما تاخدش لون معاكي وتتحرق منك بسرعه. هنا بقى هبدا كده اعمل تيست كده للشربات بتاعي، اختبار. هتجيبي كده شويه ميه ساقعين وتحط فيهم كده نقطه كده من الشربات، ونبدا كده نختبرها. هي معايا هنا عملت كوره، بس للاسف كوره طريه. انا عايزاها كوره كده بتكسر معاكي، فيسيب الشربات كده شويه. بعد ما سبته كده شويه كده حوالي بردك 10 دقايق هبدا كده بردك اعمل له تيست واختبار. شايفين درجه لونه؟ ما تحاوليش تغمقيه عن كده. يعني طول ما انت واقفه كده اعملي اختبار وتيست. شايفين بتكسر معايا ازاي؟ سامعين يا جماعه صوت الكسره؟ كده في المرحله دي بطفي على الشربات بتاعي، وبجيب كده السوداني بتاعي من الفرن. طبعا هو اول ما بياخد تحميصه بتقفلي الفرن بتاعك، بس بتسيبيه كده في قلب الفرن عشان يبقى سخن معاكي. الشربات سخن والسودانيه سخنه معانا. وهنزل كده بقى بسرعه اقلبها كويس جدا في الشربات، والصينيه بتاعتك تكون كده مدهونه دهن من الزيت، وهنزل فيها كده بالمقدار بالشكل ده. في المرحله دي بقى يا جماعه عايزين نكون كده يعني في منتهى السرعه، لان انت لو سبتيها كده حتى لو ثانيه او 5 دقايق هتنشف منك كده وتحجر، ومش هتعرفي لا تسويها ولا تقطعيها. بكيس كده بردك معاكي هتكوني كده بردك دهنه من الزيت علشان ما تلزقش في السودانيه بتاعتك. وهتبداي كده بقى تفردي المقدار معاكي بالشكل ده. شايفين؟ على فكره يا جماعه في المرحله دي سخنه جدا جدا جدا، فحاولي كده تلبسي جلافز. او لو انت بقى واخده كده على الحاجات السخنه زيي هتبداي كده تفردي بايدك. بس على فكره هي سخنه جدا جدا فخدي بالك.
بعد ما فردناها كده كويس جدا هنبدا بقى يا جماعه كده نقطعها، عشان لو سبتيها كده لما تنشف استحاله تعرفي تقطعيها بعد كده. احنا بقى هنقطعها ونسيبها بقى كده تبرد براحتها. هي بتاخد حوالي كده 10 دقايق او ربع ساعه لما تبرد. شايفين؟ هتقطعيها بقى التقطيعه اللي انت عاوزاها، وتكون ايدك كده سريعه وانت بتشتغلي بالشكل ده. هنا بقى هبدا كده بس اسوي الطرافي عشان تبقى كده متساويه معايا. هسيبها بقى لما تبرد براحتها زي ما قلت لك. هنا بقى هنبدا بقى كده نعمل السمسميه. معايا هنا 500 جرام من السمسم، والسمسم برضو زي ما قلت لك هحمصه كده في الفرن. انا جايباه متحمص بس كده، يعني ايه، هحاول احمصه. وزي ما قلت لك بولع الفرن كده على نار هاديه، وبعد كده بطفي الفرن واسيبه بقى يسخن في قلب الفرن كده براحته، علشان زي ما قلت لك لازم يكونوا سخنين والشربات معانا ساخن. هنا بقى هنبدا برضو نعمل شربات السمسميه. وعايزه اقول لك بقى ان الشربات هنا كل واحد، سواء السمسميه او السودانيه او الحمصيه، الاختلاف في بقى في مقدار السوداني والسمسم والحمص. السوداني طبعا استخدمنا 600 جرام، هنا السمسم استخدمنا 500 جرام، والحمص هنستخدم كام؟ 400 جرام. ليه بقى؟ لان طبعا السودانيه الحبايه بتاعتها كبيره، ما ينفعش نخليها زيها زي السمسميه. طبعا السمسميه ناعمه، لو السمسميه عملناها 600 جرام زي السوداني هتحجر معاكي، وهتيجي كده تكسريها هتلاقيها كده جامده وزي الحجر، مش هتتكسر معاكي بكل سهوله. فزي ما قلت لك المقدار هنا نسبه وتناسب، يعني السوداني 600 جرام خدي بالك، والسمسميه معايا هنا 500 جرام، والحمص برضو كان خليها كده 400 جرام. بس الشربات كله موحد، 3/4 كوبايه من السكر على 3/4 كوبايه من عسل الجلوكوز، ومعاهم ربع كوبايه من الميه. هنا بقى سبتهم كده لحد ما الشربات استوى معايا براحته خالص على نار هاديه. بنبدا برضو كده نعمل تيست ونختبر الشربات بتاعي. وزي ما قلت لك احنا بنحاول كده نخليها كوره، بس مش كوره طريه، لا كوره بتكسر، عشان لما تيجي تاكلي كده الحلويات بتاعتك تكسر معاكي كده بكل سهوله، ما تبقاش طريه معاكي وتشد كده وانت بتاكليها. شايفين؟ كده بقى خلاص هنحاول بقى نطفي النار معانا. وطبعا هنا انا بشتغل بسكر تموين، لو سكر ابيض هيكون الشربات بتاعنا افتح من كده، بس انتوا عارفين بقى السكر التموين بيبقى لونه غامق. هنا بقى في المرحله دي بطلع بقى كده السمسم بتاعي من الفرن. زي ما قلت لك انا بشغل الفرن على نار هاديه. اول ما يتحمص معايا بطفي الفرن واسيبه بقى سخن كده لحد ما اخلص الشربات بتاعي، عشان زي ما قلت لك انا عايزه الشربات ساخن والسمسم سخن معانا، لان لو حطيتي السمسم بارد هتقفش معاكي وتسكر معاكي برضك في نفس الوقت. هنا بقى نقلبها بقى بسرعه كده كويس جدا، واحاول كده تخلطي السمسم بتاعك مع الشربات، عشان السمسم بتاعنا يبقى شارب الشربات كده من جميع النواحي. وطبعا معانا الصينيه اللي هنحط فيها، وزي ما قلت لك بتدهنيها دهنه زيت. وبسرعه بقى يا جماعه زي ما قلت لك وهنحاول بقى ننزل السمسميه بتاعتنا كده بسرعه، وهتسويها كويس جدا. هنا بقى باي نشابه عندك باي سكلبر، وهتبداي كده بقى تسويها. طبعا النشابه دي كان لها ايد بس للاسف اتكسرت فمعلش بقى اي حاجه بشتغل بيها معايا، يعني اي حاجه عندك هتسوي بيها السمسميه هتشتغل معاكي مش هتقول لا. هنفردها كده بالشكل ده، او ممكن برضو هتفردي بكيس اللي يريحك. اهم حاجه بس سويها كويس جدا عشان ما تبقاش بس كده حته عاليه وحته واطيه. وهنحاول بقى كده نقطعها التقطيعه اللي احنا عايزينها. شايفين يا جماعه؟ انا بقول لكم على كل الاسرار اهوت، عشان ما فيش حد يقول لك ده فشلت مني، ده سكرت، ده انا حطيت السمسم ولقيته باظ. انا بقول لك على كل التركات عشان تطلع مظبوطه معاكي زي ما انا بعملها كده بالظبط. اتبعي بس الخطوات اللي انا عاملاها وان شاء الله هتطلع معاكي تحفه. لا بعد كده تجيبيها لا من المحلات ولا من اي حاجه خالص، انت اللي هتعتمد بقى بعد كده تعمليها بايدك. وفي اي وقت يعني مش ضروري مولد النبي يا جماعه، ده حلويات اولادنا كلها، كل اولادنا كلهم بيحبوها. شايفه؟ تحاولي كده تقطعها بسرعه وهي سخنه،
يعني زي ما قلت لك لو بردت معاكي مش هتعرفي تكسريها او تقطعيها نهائي. التقطيعه بقى اللي انت حباها وتقطعيها بيها بالشكل ده. شايفين؟ مفيش بقى اسهل من كده. بسم الله. هنحاول بس كده نسويها علشان القطع كده تبقى متساويه كده مع بعضها. وهنسيبها بقى بتبرد كده، هي بتاخدش كده حوالي 10 دقايق كده في ساعتها تحت المروحه، وهتلاقيها بردت معاكي بسرعه. هنا بقى هنبدا نعمل معايا الحمص، والحمص برضك نفس الحكايه. الحمص ده مقدار قد ايه؟ 400 جرام. هنحط كده تحت احنا مولع الفرن من تحت بس مولعش الشوايه، على نار هاديه. واول ما يتحمص هتطفي النار وتسيبيه في قلب الفرن. هنا بقى عسل الجلوكوز. هنا بقى عايزه اقول لك نقطه، لو انت حباها مسكره او سكرها يعني وسط، هتحط كوبايه من السكر ونص كوبايه من عسل الجلوكوز. انما لو حابه بقى سكرها خفيف، هتحطي 3/4 كوبايه من السكر على 3/4 كوبايه من عسل الجلوكوز. تمام. تمام. هنبدا بقى هنا نشوف السمسميه بتاعتي والشربات كده على البوتاجاز. ما شاء الله، بجد يعني اللهم صل على رسول الله. حاجه كده يعني بتتكلم عن نفسها، حاجه فاخر من الاخر. شايفين؟ وبتطلع معانا بكل سهوله، يعني لا مفرفره معانا ولا الحمص في ناحيه. ما شاء الله طالعه معانا عامله ازاي، بجد يعني تحفه تحفه تحفه، جميله جدا. وانا واقفه على فكره دقتها، طعمها جميل بجد والله العظيم يا جماعه. والسكر بتاعها هادي جدا للناس اللي بتحبش الحاجه مسكره. هنا بقى هنبدا كده نختبر الشربات بتاعي. ما شاء الله هي كده بقى كسرت معايا اهيت، بس دي المرحله اللي انا عايزاها. هنا بقى خلاص هطفي النار واطلع بقى الحمص من الفرن، وهنزل بقى كده على الشربات بتاعي. زي ما قلت لكم يا جماعه، الحمص او السودانيه او السمسميه سخنه والشربات سخن علشان ما تقفش معاكي. وبسرعه كده وهنقلبها كويس جدا مع بعضها. وهنكون برضو في نفس الوقت محضرين الصينيه بتاعتنا. وما تنسيش نقطه الزيت اللي انت حطها في الارضيه عشان تطلع معاكي بكل سهوله. وهنفردها بقى كده كويس جدا كده بالكيس زي ما قلت لك، وهنقطعها كده بسرعه. انت قطيعه بقى اللي انت حباها، يعني سهله جدا، ما بتاخدش اي وقت خالص نهائي. مقاديرها سهله، بس المشكله بس في الشربات بتاعها. لازم الشربات بتاعها يكون شربات مظبوط، وتختبريه كده وتعملي التيست بتاعه وتطلعي الكوره كده زي ما قلت لك، عشان الحلويات تطلع معاكي كويسه وزي ما بتجيبيها من بره. شايفين؟ ما شاء الله، بجد يعني حاجه كده روعه روعه روعه، وطعمها كمان تحفه. شايفين بتتشال بكل سهوله ازاي؟ يعني لا محجره معانا ولا مخرزه ولا اي حاجه خالص نهائي. ما شاء الله، حاجه جميله جدا. شايفين؟ ان شاء الله. هنا بقى كمان السمسميه اللي احنا عملناها، شايفين شكل السمسميه عامله ازاي؟ حاجه فاخر من الاخر. بجد والله العظيم جميله جدا. يا سيدي يا سيدي على الجمال، يا سيدي. سامعين بقى القرمشه؟ الله. مش هقولك بقى على الطعم، بجد والله طعمها خرافه، يعني طول ما انا واقفه عماله اكل فيها. ودي كمان السودانيه معايا. شايفين السودانيه عامله ازاي؟ سامعين القرمشه؟ شايفين الشربات لونه فاتح معاها ازاي؟ ودي كمان الحمصيه. مقرمشه وفي نفس الوقت بتتكسر معانا بكل سهوله. خدي بالك من الحته ديت، لان هو الشربات مش مظبوط معاكي او طري، هتيجي تكسريها هتلاقيها كده يعني ايه بتمط معاكي، مش بتتكسر معاكي كده بكل سهوله.
ده بقى يا حبايبي حلويات المولد اللي احنا عملناها النهارده. يا رب يكون كده الفيديو عجبكم، وعجبكم السمسميه والحمصيه والسودانيه. وباذن الله بقى الفيديوهات الجايه هنعمل مع بعض بقيت حلويات المولد. لو عجبك بقى فيديو النهارده يا ريت كده يا جماعه، يا ريت تشجعوني كده باللايك واشتراك في القناه، وتشير الفيديو ده علشان يوصل لاكبر